اليوم نعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، حيث نرسل رسالة للعالم الأجمع بأن المتحف المصري بالتحرير لا زال يطور من نفسه. ومتحف التحرير كان وسيظل واحدا من أهم المتاحف في العالم، فهو قبلة الزائرين المصريين والسائحين وعشاق الآثار من كل دول العالم. فهو أقدم مؤسسة مصرية قائمة لحفظ الآثار منذ افتتاحه عام 1902، ومجموعاته الأثرية الثرية والفريدة تعتبر مرجعا أساسيا لا غنى عنه لكل دارسي علم المصريات وعشاق الحضارة المصرية. هذه المرحلة من مشروع تطوير المتحف والتي استمعتم إلى تفاصيلها من الدكتور كريستيان زاكو والدكتور حسن سليم تمثل نموذجا للتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة لجنة علمية أثرية مصرية وفريق عمل من متحف التحرير وتحالف من أهم 5 متاحف في العالم أو متاحف أوروبية، وهي المتحف المصري بتورين، ومتحف اللوفر بباريس، والمتحف البريطاني بإنجلترا، ومتحف برلين بألمانيا، ومتحف لايدن بهولندا. وذلك لوضع رؤية استراتيجية جديدة للمتحف المصري للتحرير وتطوير نظام العرض المتحفي للمجموعات الأثرية به وفقا للمعايير الدولية وبالشكل الذي يؤهله لاستقبال أكبر عدد ممكن من الزائرين والزائرين. أما القسم الثاني فهو يعرض أهم منتجات تلك الفترة من الأدوات الحجرية والأواني الفخارية وأدوات الزينة المصنوعة من العالم. ثانيا، قاعة عرض الدولة القديمة بالدور الأرضي، وسيناريو العرض بتلك القاعات هو عرض أهم فنون النحت والنقش خلال عصر الدولة القديمة. وتم في أحد تلك القاعات إعادة عرض وترميم نقوش مقبرة نفرمعت وآتت والدي حنيونو مهندس الهرم الأكبر، وترجع لعصر الأسرة الرابعة. ثالثا، قاعات العصر المتأخر في الدور الأرضي، ويعرض في تلك القاعات أهم الآثار المكتشفة من منطقة تونة كبد، وأهمها على الإطلاق التابوت الخشبي لبادو وزير، حيث طعنت حروف النص الهيروغليفي بالأحبار الكريمة. رابعا، إعادة عرض كنوز تانيس في الدور العلوي، وتعرض كاملة لأول مرة آثار الملك القبطي بسوسنوس الأول، لأول مرة تتجمع كلها وفي قاعة منفردة. وتم أيضا إعادة عرض آثار الملك أمنجوبت والملك شاشانق وقائد الجيش وينجي باو إن جي. الاتحاد بين اللجنة المصرية ومدير المتاحف وأمناء المتحف المصري كانت نجاح كبير جدا، لأن إعادة تطوير بعض قاعات المتحف المصري كان مهم جدا، لأن المتحف المصري هو عبارة عن الناشونال ميوزيوم، هو عبارة عن المتحف القومي بجانب وجود المتحف الكبير ومتحف الحضارة.